السلام عليكم، يعطيكم العافية. طمنوني عنكم حبايبي، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. اليوم رح أعمل فطاير السبانخ بالعجين العويص. هاي العجينة أنا معتمداها من 5 6 سنين، ما بغيرها أبدا أبدا أبدا، كتير طيبة. هاي العجين ليش سموها عويص؟ لأنه ما بنحط فيها خميرة، وهاي عجينة أيام زمان بخفيفة وبنفس الوقت شهية جدا شهية. خليكم معي تتابعوا كيف طريقة التحضير. هلأ بالبداية عيرت بالمج الكبير 5 كاسات طحين، وحطيت 4 معالق حليب باودر، وعندي معلقة عسل رح أحط أو سكر انتوا اللي بتحبوه، بس أنا بحب فيها العسل، ومعلقة ملح صغيرة ومي فاتر. هاي هي بس، ما رح أضيف إضافات ثانية. خليني هلأ بدي تقريبا كاستين يا كاستين ونص مي فاتر، هو نوع الطحين، وجيبوا الطحين متعدد الاستعمال. وهلأ ضفت المي، رح اضيفها بالتدريج وابلش اعجن فيها. شايفين هيك بعد ما انعجنت بالمي، هلا رح اضيف زيت الزيتون، وبتقدروا تخلطوا زيت زيتون مع زيت نباتي، بس هي سبحان الله فطاير السبانخ زكاوتها زيت الزيتون. رح انزل على زيت زيتون. شايفين ما شاء الله هيك بعد ما انعجنت بالزيت. هلا بصينيه رح يعني احط فيها زيت، اكور العجين على شكل كرات. شايفين حبايبي عملتها على شكل كرات ونزلتها. هلا الكرات انتوا بتتحكموا كبير وسط صغير، انا عملتها بصراحه وسط، واذا حسيتها كبيره بقيم منها. هلا بدي اخليها ترتاح نص ساعه، بعدين ابلش ان شاء الله شغل فيها. بهذا الوقت رح نحضر السبانخ. هلا لتحضير السبانخ انا بصراحه جبت ضمه، لانه المتواجد بالاسواق هلا ضمم صغيره، وقطعتها طبعا وسط، واللهم صل على سيدنا محمد. غسلتها كتير كويس مع النقع بالملح، لانه بتعرفوا السبانخ يعني بخوف لانه كله تراب وهيك. هلا وكمان بحتاج بصله. بصله قسمتها حجم وسط، رح نزلها وافركها بالملح والسماء. البصله خليكم معي. شايفين هلا ضفت السماء وملح على البصله، وراح ادعكها بايدي. شايفين كيف بعد ما اندعكت بالايد؟ هلا في ناس بتقلب البصله على النار، بس انا بصراحه ما بحب اقلبها، بحبها هيك، بحب نكهه البصل تكون ظاهره فيها بصراحه. وهلا راح اضيف عليها الشطه الحمراء، وهلا ضفت معلقتين شط، وراح كمان ارجع بالمعلقه وبايدي امرطهم. وهلا راح انزل السبانخ وارجع كمان بايدي امرطها شوي. شايفين كيف حبايبي؟ هلا راح انزل عليها عصير الحامض. انا بصراحه بحبوها كمان عندي شوي حامضه، هو طيبته انه يكون عندي مش كتير كتير حامض، يعني اكثر من الوسط بشوي. فراح انزل بعد ما نزلنا عليها عصير الليمون، راح نزل عليها زيت الزيتون. اسخوا عليها بزيت الزيتون بتطلع طيبة كمان. وهلا عندي زبطت كمان، بدها كان شوية ملح، زبطت الملح وهيك امورها تمام التمام. هلا رح احكي لكم عن سر كتير مهم، لاني بحبكم رح اعطيكم سر من اسراري. مقرمشة وطيبة وهشة، بضيف معلقتين نشا لزيت الزيتون بعد وبرق فيها العجينة. شايفين هلا حطيت السبانخ بمصفاي عشان يصفي من السوائل، عشان ما تخرب عنا العجينة. وهون النشا والزيت، وهون عندي بصينية حطيت ورق زبدة، بس ورق الزبدة اختاروه من النوع الكويس عشان ما يلزق، لأنه أنا قبل هيك أخذت والله ولزق. ديروا بالكم نوعية تكون جيدة. هلا على رخامة نظيفة نزلت طبعا شوية زيت مع النشا، ورقيت العجينة، وهلا بضيف لها حشوة السبانخ وبسكرها. شايفين ما شاء الله العجينة؟ أعمل كمان واحد معاكم. فردت العجينة ورقيتها، راح أسكرها من الأطراف. شايفين كيف؟ ومن تحت هلا راح أسكرها. بصراحة مو مستحكمة لأنه بإيد بصور وبإيد ثانية. شايفين حبايبي هيك بعد ما سكرتها كمان على شكل مثلث.
شايفين هيك عندي خلصت الصدر، وهلأ رح أدخله على فرن محمى قبل بوقت على حرارة 180 من فوق ومن تحت، بياخد معي تقريبا 3 ساعة. شايفين حبايبي هيك بعد ما انشوت أخذت مثل ما حكيت لكم تقريبا 3 ساعة. هلأ وهي سخنة رح غطيها ببشكير نظيف، وأهم إشي ما يكون عليه مسحوق غسيل، بس بمي يكون مغسول. شايفين هيك غطيتها، رح خليها ربع ساعة بعدين أفتح عليها. وهيك عندي بعد ما جهزوا، ما بحكي لكم الريحة من الآخر. خلينا نشوف العجينة كيف، خليكم معي. شايفين حبايبي كيف العجينة مأمرة تأمر، ما شاء الله، ورقيقة. شايفين حبايبي، شوفوا لي بس هالمنظر كيف من جوا، شايفين مع السبانخ من الآخر، ما شاء الله ما شاء الله. حبايبي كنت معكم نسرين، ما تنسوا الاشتراك بصفحتي على الفيسبوك لقمتنا هنية مع نسرين ليوصلكم كل جديد. دمتم بأمان الله.